مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في هذه المباراة المثيرة. أجواء جميلة هنا وطقس في منتهى الروعة. تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق للتواصل معكم عبر هذا اللقاء. نتمنى بأن نشاهد مباراة كبيرة على قدر الطموحات. الكل متحمس هنا ونحن أيضا متحمسين ونتمنى مشاهدة مباراة قوية من الطرفين. ننتظر مباراة كبيرة من الفريقين ونتمنى بأن تكون مليئة بالإثارة والمتعة. فالفيردي، كرة مع فالفيردي. بالمر، الكرة تصل لستويشكوف. الكرة بتروح من ريال مدريد. توماس مونيه. حكم الراية يشوف أن فيها تسلل بالرغم من أن الاحتجاجات كبيرة من اللاعب. تمركز يساعد كثيرا في استخلاص الكرة. فولر يتحرك سبيله ويفتح اللعب ويطلب الكرة. فرصة تنتهي والكرة تنتقل للفريق الخصم. فالفيردي، بالمر، الكرة ما كانت صعبة على حارس المرمى، يرتمي ويتصدى بدون أي مشاكل. الآن فرصة للتقدم في النتيجة من الضربة الركنية. تشتيت الكرة بعيدا عن المرمى. هكذا تكون التدخلات داخل ال 18. المساحة أمامه في هذه اللحظات. يا رب، تهتز الشباك للمرة الأولى في هذه المباراة. شوف اللقطة، شوف الإعادة، يا سلام على الإبهار. تحت ضغط كبير لكن بقوة، لكن بمهارة. عرف كيف يضرب الكرة في المرمى رغم كل المضايقات. رودي فولر، كرة تصل إلى فولر. بالمر، هالاند، جولي. بالمر، دقيقة واحدة تضاف كوقت بدل ضايع. إذن الصافرة تعلن نهاية الشوط المباراة الأول. استراحة قصيرة نعود بعدها لنتابع أحداث هذا اللقاء. ريال مدريد يجري تغييرين مرة واحدة. يعود الفريقين إلى الملعب وانطلاقة الشوط الثاني من المباراة. الدعم يأتي في هذه اللحظات. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن وتبعد الخطورة. بالمر، مستحيلة هذه الكرة. هدف العودة، هدف تعديل النتيجة. يا الله يا الله. نتابع اللقطة مرة أخرى ونستمتع. أي تصويبة قوية، أي كرة متقنة استقرت في الشباك. كيميتش، ملعوبة إلى مونيه. الآن مع كيميتش، الكرة بتروح من جانب الملكي. بيعدي فيها، يتقدم فيها، يجب أن تستغل. الله 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 الله، هدف يضع الفريق في المقدمة.
هدف كان بطريقة رائعة بمهارة فردية غير عادية. لاعب بهذه الإمكانيات لا يمكن بأن تترك أمامه كل هذه المساحات أو هذه الحرية، لأن العقاب سيكون سريعا. كيميتش يتقدم إلى الأمام بشتت الكرة. ألفاريز، وتغيير في الاستحواذ الآن. رافينيا، محاولة لوضع الكرة في المرمى، ركلة جزاء ربما تؤثر على التقدم الحالي في هذه المباراة. ركلة هذه فرصة أمام هالاند الآن، وهدف من ضربة جزاء. نلقي نظرة جديدة على هذا الهدف، تسديدة قوية جدا كان من الصعب إيقافها. والتعادل يعود مرة أخرى في هذا اللقاء. نعود إلى نقطة البداية من جديد. 5 دقائق تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي لهذه المباراة، والتعادل مستمر بين الفريقين. عنده فرصة للتسجيل، ما زالت الفرصة قائمة. ممتاز كورتوا، تصدي استثنائي، فرصة كانت. وصافرة نهاية المباراة تنتهي وينتهي معها كل شيء على نتيجة التعادل. بالتأكيد مباراة ممتعة لكل متابع محايد، كان هناك ندية واضحة، فترات صعود وهبوط على مستوى كل فريق. بشكل عام التعادل كان النتيجة المثالية هنا، ويعبر عن وضع وحال الفريقين في